سلام غالياتي، نتمنى يلقاكم لا فيديو تاع اليوم في احسن احوالكم. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو وتسلموا على سيدنا محمد عليه ازكى الصلاه وافضل التسليم. كما راكم تشوفوا في لا فيديو اليوم جيتكم بالطمينه تاعنا البيضه السكيكديه، بمقادير مضبوطه وبادق التفاصيل، اللي رايحين نجربوها في افراحكم ومناسباتكم. تجي بزاف هايله، وهاد الطمينة فيها بزاف وصفات وطرق وكل وحدة وطريقتها. أولا من أسرار تاع الطمينة هذه تاعنا البيضة سكيكدية أنه السميد يكون رقيق، يكون رطب خلاص. حاليا السميد المليح اللي متوفر عندنا هو تاع عمور هذاك الرقيق. أنايا نستعملو نزيد نفوتو في هذاك، حنايا هنا عندنا نقولولو الدقاق، وبعدها نحمصو كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. هنايا استعملت سميد عمار. انايا كل وحده كيما قلت لكم وطريقتها. انايا السميد تاعي ما نفوروش، نحمصو طول. من الافضل تاني في الطاجين والا تاني في الفرن. انايا حمصته في المقله، ما ديريش كونتيتي كبيره باه تعرفي تحركيه مليح. والسميد تاعنا نحمصوه على بياض تاع الطمينه البيضاء. أنا هنايا بعد ما نحمصو نزيد نفوتو كيما قلت لكم على الدقاق باه يجيني السميد تاعي صافي. شوفوا الفرق كي حمصتو على بياض ما بينه وبين السميد اللي ما حمصتوش. بعدها نخليو هذاك السميد تاعنا يبرد تماما. من الافضل توجديه يومين ولا 3 ايام من قبل. هنايا انايا كنت حمصت السميد تاني لطمينة الغرس باه ندير لكم تاني الوصفه في قصعة كيما راكم تشوفوا. انايا خدمت بزبدة ستار، تحبي تخدمي بالزبدة الحرة، تسمى 200 غرام. نزيدو معاها كاس ناقص أسبوع السكر رطب، ووزن الكاس 220 مليلتر. نزيدو معاها مغرف كبير صغيرة عفوا تاع قهوة حليب بومبي تاع لافاني. انايا الطمينة تاعي نحب نحكها بيدي، وانتي تقدري تستعملي البيترا ولا الباتر كيما تحبي. نخلطو مليح مليح هذيك الزبدة مع السكر حتى يذوب لنا هذاك السكر تماما. بعدها نجيبو البواطة هذه الصغيرة تاع الشامية ولا حلوى الترك، نزيدو نفتوها كما راكم تشوفوا في لا فيديو، ونزيدو نعاودو نحكو مليح مليح حتى تزيد تذوب لنا هذيك حلوى الترك مع المقادير الاولين. من بعدها نزيدو 2 مغارف كبار تاع العسل. اللي يحب الحلاوة بزاف يقدر يزيد العسل، كل وحدة ودرجة الحلاوة اللي تحبها. نزيدو نخلطو مليح مليح هذاك العسل. الله يصدقوني تحصلوا على طمينة من أروع ما يكون. بعدها لمسة إضافية نزيدو 2 مغارف كبار ما زهر مقطر كيما راكم تشوفوا، يعطيها ذوق ونكهة بزاف هايلين. حنا هذه هي طريقتنا في دارنا، وكل واحد كيما قلت لكم طريقته. نزيدو نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي. من الافضل يكون محمص جديد ومرحي جديد، يعطيك نكهة بزاف هايلة. نزيدو نخلطو. بعدها نبداو نزيدو في السميد تاعنا. نبداو نزيدو الكاس الاول بالتدريج، ونكونو على حذر باه الطمينة تاعنا ما تشيحش. نزيدو نخلطو هذاك السميد تاعنا كما قلت لكم، نضيفوه بالتدريج. انايا دات لي 2 كيسان ونص بهذا الكاس نتاع السميد، وتاني كل وحده ونوعيه السميد تاعها، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. هنايا القوام اللي تحصلت عليه نزيدو نحكو هذيك الطمينه تاعنا كيما راكم تشوفوا الطريقه.
والله كيما قُلت لكم تتحصلوا على طمينة من أروع ما يكون، تجي كيلاموس. شوفوا الطريقة اللي نحك بيها. بعدها نحطوها في صحن تقديم. التزيين اختياري، أنا درت لها تزيين بسيط، وأنتِ كيما تحبي تزينيها بالمكسرات كيما تحبي. كيما نقولوها كون تلقايها جاتك نخلّيها ديما ساعتين بعدها نشوفها، إلا كان حبيت نزيدها السميد إلا كان جاتني جارية، إلا كان جات مليح ما نزيدش السميد. شوفوا الله يبارك كيما قُلت لكم جات كي لاموس. هداك الكاوكاو تاني كيما قُلت لكم تقدروا تستغناو عليه كيما تحبوا، هذيك لمسة إضافية. وهذه هي وصفتي لنهار اليوم. ما تنساوناش بلي بارطاج مع أحبابكم وصحابكم كي تعم الفائدة. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.